تراكمات لوقت طويل، لسنين أحيانا، ومهما نخبي بيظهر أثرها في كل تصرف. فقدامنا حل من اتنين: يا نفضل غضبانين ونأذي غيرنا، وأكيد هنأذي نفسنا، ونفضل نلف في نفس الدايرة لغاية ما تضيق علينا وتخنقنا، يا نواجه نفسنا ونعرف احنا غضبانين ليه ونتخلص من الغضب ده بأي تمن. والحقيقة الموضوع ده مش سهل أبدا، بس على الأقل نعترف بالغضب ونحاول. وأرجو لو في أي حد مر بالتجربة دي ونجح يتخلص من الغضب يشاركنا بتجربته. أعذار كتير ممكن من وجهة نظر الشخص الغضبان تفسر غضبه، بس للأسف عمر الأعذار دي ما هتمحي الآثار اللي سابتها مسامير الغضب المخلوعة.